الخير، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. معنا مجموعة من الأخبار عن فنانينا وفناناتنا وكمان مجموعة من التقارير. كل ده وأكتر في حلقة جديدة من فلاش، ولكن بعد الفاصل. بدأ فريق عمل سيت كوم عائلة بسطويسي التصوير في استوديو العزبة، لأنه من المقرر أن هو يعرض في شهر رمضان المبارك. والحقيقة أن بيشارك في بطولته عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنانة أنعام الجريتلي والفنان مظهر أبو النجا، عادل الفار والفنانة شروق. الإخراج لجمال خزيم، أما التأليف لعدد كبير جدا من المؤلفين الشباب زي الفنان محمد التهامي، شريف عاشور وأحمد عبد الجواد. بيبدأ الفنان عمرو واكد تصوير فيلم جديد بعنوان عنترة ابن شداد، هيقدمه في 3 أجزاء، ولكن المرة دي مش هيقدمه كممثل، هيقدمه كمؤلف وكمخرج. وقال ان الفيلم ده ما ينفعش ان هو يقدم في جزء واحد لانه فيه تفاصيل كتيره جدا، وحابب ان هو يتكلم اكتر عن التفاصيل، مش زي الافلام السابقه اللي عرضت حياه عنترة بن شداد بشكل كده سريع ومكثف وموجز. فرصد ليه 3 أجزاء وما استقرش لغايه دلوقتي على الجهه الانتاجيه، ولكن الجهه دي هتتحمل تبعات كتيره جدا لان الانتاج هيبقى ضخم وهيبقى مكلف بشكل كبير جدا. وكمان عمرو واكد ما استقرش مين البطل لعنترة ابن شداد، وكل التفاصيل دي هيبدأ عمرو واكد ان شاء الله في بدايه نوفمبر المقبل.